المشروب الشتوي المعتمد عند المصريين، بيساعد على الدفى ومشبع من غير سعرات حرارية كتير وبيحمي من نزلات البرد. حمص الشام أو الحلبسة هنعمله بطريقة عربيات الكورنيش. السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حمص الشام الرائع الرسمي للشتاء. هعمله لكم النهارده ان شاء الله بطريقه حلوه جدا زي عربيات الكورنيش. يلا نبدا بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. معايا نص كيلو من الحمص يكون منقوع من بالليل او على الاقل 6 ساعات. النقع ده بيقلل وقت التسويه وكمان بيخلي الحمص معايا ينفش كده ويكبر. ربع كيلو من الطماطم، بصلتين كبار، فلفل اخضر، فلفل حامي وثوم. الثوم من المكونات الاساسيه للحمص بتاعي. البهارات عباره عن معلقه ملح كبيره، كمون، فلفل اسود، مكعبين مرقه وورق لورا، وشطه وبابريكا. البابريكا بتعزز اللون والنكهه بتاعت حمص الشام. حطيت حله على النار فيها شويه ميه، وبعد كده هنزل بالحمص بتاعي يكون مغسول ومنقوع زي ما قلت لكم على الاقل 6 ساعات، وبعد كده هنزل بمعلقه سكر صغيره بتسرع من تسويه الحمص. هسيبه على النار عالية لحد ما المية دي تغلي والحمص يقرب يستوي. معلقة السكر دي هتفرق جدا في التسوية، هتسرع لي السوا بتاعه. هجيب بقى الخلاط او الكبة واحط بقى الطماطم والبصل والفلفل والبهارات عليهم واعملهم بقى في الخلاط. وبعد كده اول لما الحمص بتاعي يغلي هبدأ بقى انزل بالطماطم والفلفل اللي انا عملتهم في الخلاط ده، وهدي عليه النار خالص، اسيبه يستوي على نار هادية. اقل من نص ساعة الحمص بتاعي يكون مستوي. النقع ومعلقة السكر فرق جدا معايا في سرعة تسوية الحمص. اللهم بارك، الحمص بتاعي كان خلاص جاهز كده في اقل من نص ساعه زي ما قلت لكم. هنبدا بقى ان احنا نقدمه مع ليمون وكمون وشطه، كل واحد على حسب اختياره وعلى حسب بيحب ايه اكتر فيهم. بصوا اللون بتاعه ما شاء الله اللهم بارك، والطعم في حته تانية خالص. طريقه سهله وبسيطه، اتمنى تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنوني في فيديو جديد.